طبعا في ناس لما بتيجي بتعمل عصير المانجا في ناس بتحط سكر على المانجا، وفي ناس بتعملها مانجا بيور من غير سكر بتبقى مانجا فريش. هندخل الاول في الجوده. في الاتنين هدي الفاخر 8 من 8 وادي الزبديه عديها 7 من 8. اما السعر الزبديه الكيلو ب 40 جنيه فهتاخد 3 من 3. اما كيلو بقى العويس الفاخر ب 120 جنيه، يعني صباح الفل. دي تاخد 2 كده. حصل التعادل ما بينهم. دي كده ايه، الزبدية 7 3 10 والفاخر 10. فهيوصلوا بقى ايه رقلات الترجيح. اول مرة يوصلوا معانا تعادل كده، ضربات ترجيح اللي ما بين بقى. دي ضربات الترجيح دي ايه هتبقى هي وحظها، هختار بقى انا كده يعني. فضربات الترجيح وجهة نظري هكسب العويس الفاخر، اديلها 11. فالعويس الفاخر وصلت معانا للفاينل. كده بقى نشوف الفاينل. معانا النعومي والسكري والعويس الفاخر. كده مواجهة طاحنة جدا ما بين التلاتة. واحد مش عارف هيقيمهم ازاي دول. طبعا المانجا الواحد ايده لزقت وبقت في الفل. طبعا المانجا من النصايح، طبعا بعد ما تاكل مانجا تحتوي على املاح كتيره، وطبعا الكلى هتتضر والجسم كله هيتضر بسبب الاملاح دي. فانت لازم تشرب ميه على قد ما تقدر، كتير جدا جدا جدا. تشرب لك مثلا 3 لتر ميه مثلا، تقريبا يعني تشرب لك مثلا على قد ما تقدر اشرب ميه، عشان الوقت ايه جو حر وطبقة عاليه، وكمان بتاكل لي مانجا فيها املاح، فلازم يعني ايه تشرب ميه. ده لصحتك، نصيحه طبيه ايه، مش مستخسر فيك حاجه. نشوفوا بقى نقيم الثلاثه دول كده. اول حاجه هنشوف السعر. سعر العويس الفاخر 120 جنيه، سعر النعومي 70 جنيه كيلو، سعر السكري الكيلو ب 40 جنيه. فندي السكري هنديله 3 والنعومي هنديله 3 والفاخر هنديله 2. اما الطعم اللي هو الجوده فانا الواحد محتار بصراحه ما بين الثلاثه. هدي العويس الفاخر 8 وهدي السكري 6 وادي النعومي 7. كده مجموعنا الفاخر اخد 10 والسكري 9 والنعومي كده 10. كده تعديلات كتير خالص، هنعمل ايه بقى كده؟ فسعر طبعا كده هنلجأ لنفس الفكرة، الترشيح من وجهة نظري. طبعا لو قلت قيمة قابل سعر هكسب النعومي. ليه تقول لي تكسب النعومي؟ لان النعومي سعرها نص سعر المانجا العويس الفاخر، يعتبر نص سعرها. هو 70 جنيه ماشي، ازيد 10 مش حوار. فانا شايف دي من وجهة نظري، وهنقول تقييمي طبعا الشخصي في الاخر. فكده معانا المركز الاول للنعومي، المركز الثاني هياخد العويس الفاخر.